السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الكرام والناس اللي هتشوف قناتي لأول مرة إن شاء الله يشتركوا ويفعلوا الجرس عشان يوصل لهم كل جديد من في القناة. احنا اتكلمنا في كذا فيديو سابق عن انقاص الوزن وهنخس بكل سهولة وتكميم المعدة والصيام المتقطع. اكيد في ناس كتير قوي من اللي شافوا الفيديو او حسوا ان هم انا إيه اللي انت بتتكلمي فيه ده، احنا بقالنا سنين بنحاول. احنا الموضوع مش سهل زي ما انت بتقولي كده، الموضوع صعب، الموضوع يعني بقالنا سنين من عمرنا بنحاول، او انا بدخل بخس وبرجع تاني. فالموضوع يا جماعة بكل بساطة، انت بتعودي جسمك على ايه؟ فالتعويد ان انت بتعودي جسمك على ايه، الخلايا بتاعة جسمك بتتعود تاخد الطاقة منين. فده بيترجم في شهيتك بتروح ناحية ايه، ده بيترجم في تفكيرك، انت بتفكري في اكل ايه اللي تاكليه. يعني انت مثلا في ناس معودة نفسها، او السواد الاعظم يعني من الناس، انه انا لو مهبط او لو حاسس بدوخة او لو انا عايز اجري او لو انا عايز اعمل مجهود، يبقى اروح ايه، او حاجة سريعة، او انا داخل دلوقتي هعمل مجهود فعايز حاجة سريعة، فاروح اجيب باكو بسكويت وعصير، وبالنسبة له ده كده بيدي لنفسه طاقة. يعني ده قصة تانية هندخل فيها، ولكن أنا بتكلم قصتي دلوقتي، إنه الناس اللي هتقول صعب، لا أنا بقولك هو بكل سهولة. أنت بتعودي جسمك على إيه، ياخد طاقة منين، أو أنت لو حسيتي التعب فبتقولي بفكر إزاي إن أنا أدي لجسمي قوة. فهي عملية تعود يا جماعة، تعود، بتعودي جسمك، فخلايا جسمك بتعود تاخد الطاقة منين. مصدر الأكل اللي انت بتعوديها ان هي تاخد منه الطاقة، فبالتالي شهيتك بتروح ناحية ايه، فده بيبقى الإدمان. الإدمان ده مش جاي من فراغ، انت عودتي جسمك، خلايا جسمك اتعودت على ايه، وبالتالي الشهية بتدي إشارة للمخ، فمخك أوتوماتيك بيفكر إن هو أول ما تحسي إن أنت مهبطة، أو أول ما تحسي إن أنت جعانة، على طول بتروحي عند البقال وتجيبي الحاجات اللي هي السريعة اللي كلها سكر. وبيتهيألك كده إن أنت ساتسفاي، أو إن أنت كده خلاص خدتي كفايتك من الطاقة، أو خدتي كفايتك من القوة. فيا جماعة هي عملية ان انا بعود جسمي على ايه، لما بدخل في نظام بعود جسمي على ايه، فخلايا جسمي بتتعود تاخد الطاقة منين، فشهيتي بتتبرمج على ان خلايا جسمي خدت الطاقة من الطعام ده، فشهيتي بتروح ناحية الطعام ده، فتفكيري بيروح ان انا بفكر في هذا الطعام. على سبيل المثال الناس اللي داخلين في نظام الكيتو، بتبص تلاقيهم هما خلاص خلايا جسمهم اتعودت تاخد الطاقة من مصدر دهون. وعلى سبيل المثال مصادر الدهون اللي هي التسالي أو ال- المكسرات. هو اتعود ان هو لو حاسس ان هو مهبط، وحاسس ان هو جسمه همدان، وحاسس ان هو عايز ياخد شوية طاقة، وحس بالجوع، فخلاص خلايا جسمه اتعودت ان هي تاخد الطاقة من مصدر دهون زي المكسرات. فبتلاقيه هو خلاص تفكيره بقى بيفكر، كل ما بيجوع بيفكر ان هو عايز تسالي جنب منه. هي العملية بسيطة بكل بساطة. عودوا جسمكم على الحاجات الصح، عودوا جسمكم على الحاجات اللي فيها فايدة، هتلاقي الشهية معاكم اوتومات. اكيد بتاخد كل حاجة في الاول، بتاخدي مرحلة على بال ما جسمك بيتعود. انت نفسك لما بتيجي مثلا تلبسي حاجة جديدة، او هتلبسي ستايل جديد، بتاخدي فترة في الوقت على بال ما بتتعودي ان هو الستايل ده مريح بالنسبة لك وهتاخدي عليه. برضو جسمك كده هياخد وقته يا جماعة، هياخد وقته، لكن هي مش صعبة. العملية ما هي صعبة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قايل في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. هو ده التقويم يا جماعة، التقويم. ربنا التركيب الجبار والتركيب المعقد والتركيب اللي كله حكمة ده، ربنا سبحانه وتعالى حط جوانا بساطة في التعامل معاه.
يعني هو التعقيد ليه ربنا سبحانه وتعالى هو قادر على هذا الخلق المعقد، ولكن احنا يعني بنتعامل معاه ببساطة. ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا أكل صحي. آه، يعني انتوا لو هتلاحظوا كل الطعام اللي هو سبب السمنة، وكل الطعام اللي هو ابتدى يجيب أمراض، وابتدت تظهر الأمراض من اختراعات البشر يا جماعة، من اختراعات البشر. يعني هتلاقوا الحاجات اللي يعني أكيد الناس لو عملت إحصائيات هتلاقي يعني لو راجعنا الإحصائيات في الريفيو ليتريتشر بتاع الدكاترة، يمكن هم أوير أو أكتر مني في الموضوع ده، إنه لو راجع الإحصائيات هتلاقي السمنة طبعا زمان ما كانتش بهذا الكم. مع كل اختراع جديد ومع كل حاجة سريعة هتلاقوا نسبة الأمراض أو نسبة الإصابة بالأمراض اللي هي محيرة، اللي هي يعني بقت خطرة، نتيجة إنه يعني خلق الإنسان، اختراع الإنسان. كل ما هو طبيعي ربنا خلقه ما بيأذيش الجسم إلا في حالة الزيادة. ما بأذيش نفسي من حاجة طبيعية إلا لو أنا خدت فوق طاقتي. يعني مثلا الناس اللي عندها السكر اكيد في محاذير كتير نقولك ايه: ما تاكليش بلح، ما تاكليش تين، ما تاكليش مانجا. ولكن انا بالنسبه لي مفهومي انا انه الانسان اللي عنده السكر لما يحس بدوخه، لو خد له من بلحه ل3 بلحات، ده افيد له من ان هو يروح يجيب ملبسه، ولا افيد له ان هو يروح يجيب علبه عصير. لانه الحاجه الطبيعيه الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقه متبرمج ياخد ايه منها عشان يفيد. وتتحلل ازاي وتمتص ازاي. التركيبه بتاعت البلحه دي يا جماعه مش يعني ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها وخلق الجسم ان هو ازاي ياخد منها الفايده، وازاي يتجنب المخاطر او يتجنب الحاجة اللي هي ممكن تأذيه، أو يتجنب الأذية. ربنا سبحانه وتعالى مأقلم خلايانا على الحاجات الطبيعية إن أنا أخدها إزاي بصورة فيها فايدة. فتعالى أنت يا إنسان رحت خلقت لي الشيبسي، ما هو طبعا بطاطس ولكن هو عمله في صورة شيبسي، وحاطط حاجات مواد حافظة وزيت ويعني حاجة. ده خلق الإنسان. اللي راح عمل بسكويت، راح عمل جاتوه، راح عمل، هو قال للجسم، هو برمج الجسم ان هو ازاي ياخد فايدته منها. لا، هو مجرد الانسان ده فكر كوميرشال او فكر تجاري. هو عايز يكسب وعايز حاجات تجيب له مكسب سريع، وعايز حاجات ما تكلفوش كتير. فبالطبيعي هو مش هيخترع، يعني مش هيخترع حاجة يعني في لغة ما بينها وما بين خلايا الجسم. ده اللي عايزة اوصله لكم. كل ما هو طبيعي في لغة تفاهم ما بينه وما بين خلايا الجسم، فبتلاقي جسمك بياخد الفايدة ويتجنب الأذية. فاللي عايزة أوصله لكم إنه موضوع الشهية بتقولوا صعب، أو قلتوا ده بتكلم خيال، أو قلتوا الموضوع مش بالبساطة دي. هتاخدي وقت على بال ما جسمك يتأقلم ويحاول يبرمج نفسه تاني للبرمجة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها له. إن هو هياخد مصدر الطاقة من دهون، أو هياخد مصدر الطاقة حتى لو كانت سكريات، هياخد مصدر الطاقة من سكريات طبيعية أو حاجة طبيعية. فهتاخدي فترة على بال ما جسمك يتعود على إنه ابتدى يعني ياخد يعني يبقى في ربط ما بين خلايا جسمك وشهيتك وتفكيرك. كل ما عودتي نفسك او دخلتي في نظام صحي هتلاقي انت خلايا جسمك ابتدت تتعود على انها بتاخد الطاقة من حاجة طبيعية. شهيتك على يعني انت نفسك بقت تروح لايه، ده مرتبطة بخلايا جسمك اتعودت على ايه. ولما شهيتك ابتدت تروح ناحية الحاجة الطبيعية، عقلك اوتوماتيك هيفكرك بانه هو عايز ياكل حاجات طبيعية. على سبيل المثال يا جماعة، انه
يعني نظام الكيتو، معظم الكيتو ما يعني مخرجين الفواكه او الفاكهه. معظم الفاكهه يعني خارجه في نظام الكيتو، يعني بيستبعدوا الموز، بيستبعدوا التفاح، بيستبعدوا المانجا. ولكن انا عايزه اقول لكم على سبيل المثال ان حتى الناس اللي هي مش عايزه تدخل في الكيتو، وهبتدي ان انا اكل حاجات طبيعيه، او يعني النظام التاني. انا مش عايزه ادخل لكم في الانظمه، ولكن ان شاء الله جاي موضوع الانظمه. انا بديكم مثل بس. النظام اللي هو اللو كارب، يعني انا بخفض في الكربوهيدرات وابتدي اتوجه ان انا اسيب خلق الانسان وادور على الحاجه اللي خلقها ربنا. فالناس دي بتبتدي تاخد السكريات من الفاكهه. انا بضرب لكم مثال على ان انتوا لو عودتوا جسمكم، خلايا جسمكم هتبتدي تتشبع بالسكر مثلا الطبيعي. يعني مثلا الناس اللي متعودة أول ما بتهبط أو أول ما شهيتها خلاص متظبطة على إن هي نفسها بتروح للجاتو والبسكويت والعصير. لو جيت انت مثلا في بيتك عزمتيها وقلت لها ايه، طب ما تاخدي المانجايه دي، ما هي فيها سكر. طيب خدي التين ده، ما هو فيه سكر. طب خدي البلح ده، ما فيه سكر. هتلاقيها ما هياش مش ساتيسفاي، يعني مش مكتفيه، ما عندهاش اكتفاء. هتلاقيها لا، مش ده السكر اللي عمل لها تشبع جوه في خلاياها. يعني هي فاكهة كلها سكر والدكاترة بيبعدوا الناس بتوع المرضى السكر عنها. ولكن أنا بضرب لكم مثل بس إنه كلها سكر، ونسبة السكر فيها مرتفعة، ولكن هي برمجت نفسها برمجة خاطئة، إن هي خلايا جسمها ابتدت تتعود على الطاقة من الحاجة اللي من صنع الإنسان. وبالتالي الشهية اتبرمجت عندها، وبالتالي أفكارها كلها بقت تروح ناحية الحاجة من خلق الإنسان. فيا جماعة، الموضوع موضوع إن أنت بتخلي جسمك يرتد لوضعه الطبيعي. بتخلي جسمك، خلايا جسمك، عفوا، بتخلي جسمك يروح يعني خلايا عايزة هي نفسها بتشتهي. الشهية دي عبارة عن خلايا جسمك عايزة تتشبع بإيه. فالشهية عندك بتتظبط على انك انت بتشتهي الفاكهة بدل الجاتو، بدل البسكويت والحاجة الساقعة او المياه الغازية. او وابتدى عقلك يفكرك كل ما ابتدي خلاص انت عودتيه، فابتدى عقلك يفكرك الافكار اللي بتيجي بقى، انه انا عايز اكل فراولة، عايز اكل موز، عايز اكل بلح، عايز اكل اي فاكهة. خلاص انت عودتيه ان مصدر السكريات عندك هي الفاكهة. ده بالنسبة للناس اللي هي ما دخلتش في الكيتو، والناس اللي هي يعني عامله اللو كارب او منخفض الكربوهيدرات، ما بتشيلش الكربوهيدرات ولكن بتاخدها من مصادرها الطبيعيه. فاللي عايزه اقول لكم، اللي عايزه اوصله لكم، ان الموضوع موضوع بتنظمي جسمك، او يعني بتسستمي جسمك ناحيه انه يعني العمليه بتاخد وقت. لو انت عندك عزيمه بتاخد وقت، مثلا هتاخدي حوالي من شهرين ونص ل3 شهور على بال ما تلاقي خلاص انت اوريدي تفكيرك وشهيتك انت بقيتي تشتهي ايه. يعني انت بقيتي تشتهي ايه؟ كنت بتشتهي البسكويت على طول او الجاتو على طول، فهتاخدي فترة تلاقي جسمك ابتدى بقى خلاص، خلايا جسمك لا، هي عايزة تتشبع من الفاكهة، الحاجات الطبيعية. وبالتالي انت شهيتك نفسك بتروح لايه، وبالتالي تفكيرك انت طول الوقت بتفكري في ايه الاكل اللي انت عايزة تاكليه، اللي هو خلاص اوريدي انت عودت خلايا جسمك عليه. فإن شاء الله مع بعض مكملين إن إحنا بنعدل سلوك خلايا جسمنا، وبنعدل سلوك معدتنا، وبالتالي بعدل سلوك الشهية، وبعدل تفكيري يروح ناحية إيه. اللي عايزة بس أوصله لكم إن أنا بأكد في كل مرة إنه الدعم، يعني أو الجانب الاجتماعي، إنه أنا زي ما قلت لكم في اول فيديو ليا بالنسبه للتخسيس او هتخسي بكل سهوله، انه انا ب... بالجانب الاجتماعي بحاول اشوف مين هيدعمني. واحسن داعم وافضل داعم على الاطلاق هو ربنا. ومع نفسك، لو ظروفك الاجتماعيه يعني اللي حواليك عملوا لك احباط او ما فيش عفوا يا جماعه.
لو ما فيش حد يساعدك او ما فيش حد يدعمك، فاحسن حاجة هو من الاول من الاساس انه لو انت عندك دافع نفسي جوه، لو انت حبيتي نفسك، لو انت تفهمتي مع نفسك يا جماعة زي ما احنا كده، والله يا جماعة هي مش صعبة. اللي عايزة اقوله لكم ان احنا طول الوقت بننسى ونتناسى ان نفسك لها حق عليكي، زي ما انت طول الوقت قاعدة تفكري في كل اللي حواليك ان هم ليهم حق عليكي، وبتحاولي تلاقي لغة تفاهم معاهم. طول الوقت بتفكري تتفاهمي مع اولادك ازاي، طول الوقت بتفكري تتفاهمي مع زوجك ازاي، طول الوقت بتفكري تتفاهمي مع زملائك في العمل ازاي. اولى النفس، اولى النفس يا جماعة، اعملوا وقفة مع نفسكم، يعني انفسكم، اعملوا وقفة مع انفسكم، اقعدي مع نفسك كده. آه، فكري، انا دلوقتي تعبانه، انا دلوقتي مش حابه نفسي كده، انا دلوقتي يعني اعملي وقت لنفسك تكلمي فيه نفسك، ورقه وقلم، وشوفي انت ظروفك الصحيه وصلت لحد فين على كافة المستويات. محدش يقول لي عشان انت دكتورة، ولا حد يقول لي اصلي انا ما كملتش تعليمي، ولا حد يقول لي لا يا جماعة. ايا كان وسيلة التفاهم مع نفسك، ان شاء الله قدام المراية، بس طبعا مش هنوصل للجنان. يعني اتفاهمي مع نفسك، كلمي نفسك، اقعدي على ترابيزة السفرة، اقعدي على الطبلية، اقعدي على الانتريه، اتفاهمي مع نفسك. انت دلوقتي وصلتي لوزن كذا، انت دلوقتي صحتك بقت كذا، انت دلوقتي لان نفسك ليها حق عليكي. وما تفتكروش ان طول الوقت، هو احنا كلنا عارفين ان ربنا هيحاسبنا على نفسنا، بدليل ان المنتحر ربنا بيحاسبه والعياذ بالله. لكن يعني طول منسية، يعني النفس منسية. يعني انت بنفتكر بس انفسنا في ان احنا مثلا لو عملنا حاجة غلط، لو زعلنا حد بنحبه، بتفضلي طول الوقت عمالة ان انت بتأنبي في نفسك ومتضايقة. طب يا جماعة، طب احنا فين؟ يعني نفسك فين؟ كلمي مع نفسك، قولي لها انت دلوقتي يعني انا صحيا وصلت لكذا، انا لا، انا عايزه ابقى مبسوطه، انا عايزه وزني ينزل، ولو انت وزنك كويس انا عايزه صحتي تبقى كويسه، انا عايزه يعني اعرف اروح مشاويري بنفسي، عايزه بحس بتعب، بحس بتعب في حاجات كتير. طب ايه سببها؟ يعني زمان الحكمة اللي اتقالت، المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. يعني وكل دكاترة التغذية في اليوتيوب ناس كبار، أسماء كبيرة، دكتور كريم علي، دكتور مازن السقا، دكتور بيرج، كلهم بيقولوا بيأكدوا على ان اساسك انت، واساس صحتك، واساس ما يظهر عليك من نشاط، وما يظهر عليك من اقبال على الحياة، وما يظهر عليك من صحتك، وما يظهر عليك ان انت بتعاني من مرض ايه او ما بتعانيش من مرض ايه، هو المعدة. فلما بنهتم باللي احنا بندخله للمعدة، او بخل ب ب ب بعمل نظام كويس للمعدة، بالتالي أنا مش هأتعب، بالتالي يعني أنا مش هعاني. يعني في ناس بيبقى غصب عنها وغصب عن النظام الغذائي، بيبقى بلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، وكلنا راضيين. الأمراض المناعية بيبقى ليها فترة من الزمن، أي نعم الأكل بيساعد على ظهور الأمراض المناعية، ولكن في ناس منظمين، ولكن وبتلاقيهم داخلين في الأمراض المناعية ابتدت تظهر عليهم في سن معين، ابتدت تظهر عليهم نتيجة الهرمونات مع كبر السن، انخفضت هرمونات معينة فابتدت تظهر أمراض مناعية معينة. اللي عايزة أوصله لكم إنه أنا مش بمنع قدر ربنا، ولكن أنا بحافظ على حاجة ربنا ادهاني، وقدر ربنا واقع، وبنتمنى من ربنا كلنا إن أقدارنا تبقى حلوة عنده، وبنتمنى إن هو يدينا أحسن حاجة في الحياة. يعني أنا بقول إن إحنا نحافظ على نفسنا إزاي، نحافظ على الأمانة، لأن ربنا هيحاسبنا على أجسادنا، هيحاسبنا على ان انت تعبتي نفسك قد ايه، وارهقتي نفسك قد ايه. طول الوقت احنا تفكيرنا انا تعبت اللي حواليا قد ايه، اللي حواليا زعلوا مني قد ايه. طب ما كلمي نفسك، شوفي نفسك انت تعبتيها قد ايه، شوفي نفسك انت
يعني سمحتِ للمرض ينتهك جسدِك لمجرد إن أنتِ بتقولي لأ، أصل أنا صعب عليّا إن أنا أبطّل أشرب الشاي من غير سُكّر، صعب عليّا إن أنا أبطّل آكل بسكويت، صعب عليّا. لا يا جماعة، هو ربنا ما خلقش البسكويت ولا ربنا خلق الجاتوه ولا ربنا خلق المياه الغازية، كل الحاجات دي من صنع البشر، كل الحاجات دي من خلق البشر. يعني هم ما كانوش بيفكّروا في إسعادِك، لأ ده هم كانوا بيفكّروا إن هم إزاي يلمّوا فلوس، إزاي يكسبوا فلوس. فأنتِ بقى فكّري أنتِ إزاي تسعدي نَفْسِك، إزاي تحافظي على نَفْسِك، إزاي تحاولي إنِّك تتغلّبي. أنا كل كلامي يعني موجّه للسيدات بما إنّي سيدة لكن يعني أنا بارحّب في قناتي، في القناة بتاعتي المشتركين الرجالة والشباب، يعني فيما فوق ال21 سَنة أو ال21 سَنة، عشان يكون واعي هو بيعمل إيه. يعني ربنا هيحاسبنا على أجسادنا، ربنا هيحاسبِك أنتِ قد إيه تعبتِ نَفْسِك، ربنا هيحاسبك أنت سايب نَفْسك ليه كده بكل التعب ده. فإحنا بنحاول نوصل مع بعض إن الموضوع ما هواش مُعقّد، الموضوع بسيط جدًا. يعني عايزة أقول لكم ملخص الفيديو بتاعي النهارده، إنه خلاياكِ بتتبرمج، بتتعوّد إن هي هتاخد المصدر الطاقة بتاعها من الأكل اللي أنتِ عوّدتيه عليها، وبالتالي بتدّي إشارة لشهيتِك بتروح ناحية إيه، وبالتالي تفكيرِك طول الوقت بيفكّر في إيه، في نوعية الأكل اللي بتيجي في دماغِك. يعني ال3 بيتبرمجوا مع بعض. فبنعوّد نفسنا في النظام الصحّي إن أنا باخد حاجات طبيعية، فبالتالي شهيتي بتشتهي الحاجات الطبيعية، فبالتالي دماغي على طول شغّالة إن هي بافكّر لو فكّرت هاكل إيه، دماغي التفكير كل الصور اللي هتيجي في دماغي هافكّر ناحية الحاجة الطبيعية. يا رب كُلّنا إن شاء الله نبقى في أحسن صحة، ويا رب باتمنى من قلبي إن أنا أكون سبب في إنكم، كل اللي عايز يعيش بصحة كويسة أكون سبب من ضمن الأسباب. كل اللي عايزة إن شاء الله، أو كل اللي عايز ينزل بوزنه للوزن الطبيعي أو الوزن المناسب لعمره وحالته الصحية، إن شاء الله مع بعض مكملين. ويا رب أنا أكون السبب في حاجة حلوة، وحاجة ربنا سبحانه وتعالى يتقبلها يا رب مني، وحاجة تسعدكم. وبحبكم في الله، وما تنسونيش في اللي ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد، واللي اشترك ما تنسينيش في اللايك والشير وتعليق حلو منك. وكل عام وانتم بخير، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.